هيحصل ايه يعني لما نعمل غدا سهل وبسيط ويوفر على الام وقفة المطبخ في الحر النار ده؟ والله العظيم يا جماعة قعدت افكر طول النهار هطبخ ايه هطبخ ايه، كل ما دماغي تيجي في حاجة في المطبخ اقول لا ده عايز موال عشان اقفله، ده عاوز له ساعة في المطبخ، وطبعا ساعة في الحر النار دي قدام البوتاجاز ولا الفرن شغال بيبقى استغفر الله العظيم يا رب كأنك في جهنم. الواحد بيبقى قاعد بيجيب مية من فوق وبيجيب مية من تحت وبيجيب مية من كل حتة فيه. فنزلت السوق اجيب شوية حاجات حلوين كده، جبت لهم الاول نص كيلو كنافه، قلت اعمله لهم كده في صينيه النهارده كنوع من انواع الحلو، وجبنا ب 20 جنيه كركرين دول عشان يسقع لهم. اظن الحر ده عايز مشروبات. فطبعا عماله افكر نتغدى ايه نتغدى ايه، قلت والله نتغدى اندومي. هتقولي لي اندومي؟ اقول لك اه والله اتغدينا اندومي. الجو حر ومفروض ده شرع ربنا، يا سندوتش جبنه وخياره او حته بطيخه معاه يا كيس اندومي. انما طبيخ في الحر ده ظلم. ظلم والله العظيم بجد على اي واحد بتقف في المطبخ يعني. انا اقف في المطبخ اجيب ده، انا بطلع اصلا نفسي مزوجه من الاكل، بطلع من جوه عنده هبوط، عايزه اركب محلول. والله العظيم ببقى عايزه جرعه جلوكوز كده عشان خاطر كميه السوائل اللي انا فقدتها من جسمي تخش لي تاني، مبقاش قادره والله. طبعا جبت علبه عصير عشان خاطر وانا واقفه اعمل الاندومي ابقى باللي رقي بيها، لان الكركريه على ما يتنقع لسه فيها ساعتين ثلاثه. هنقع بقى شويه كركريه اسقعهم لهم، وهضيف معاهم حبتين قرنفل بيخلي الكركديه طعمه تحفه. عايزه اقول لكم ان القرنفل مفيد جدا على فكره. كملي الفيديو معايا للاخر، اعملوا متابعه القناه ودوس لايك، ربنا يكبر بخاطرك وينور لك كل اللي في بالك يلا هتعمل متابعه القناه. وبرحب يا جماعه كل المتابعين اللي معانا. هنبل بقى شويه كركديه، انا بحبه منقوع ما بحبوش اغليه. الغلوان ده بحسه بيزود مزازته وبيزود الطعم فيه قوي، وبحسه برضو يعني مضر اكتر من انه يتنقع. يعني مثلا لو حد يعني ضغطه واطي او حاجه مش هيأذيه قوي قد النغل ده لو حد ضغطه عالي وشربه. فدايما اعتمدي الكركديه المنقوع. هنقع نص الكميه، طبعا الكركديه بتاعي كله زهر مش ورق، الزهر اللي هي بتبقى الورده بحالها دي. ضيفي معاها حبيتين قرنفل ونقعيه ساعتين ثلاثه وسيبيه، هتشربي احلى مشروب ساقع ممكن تشربيه في حياتك، هيرطب عليك ومفيد جدا على فكره. وعايزه اقول لك ان انت ممكن تضيفي عليه تمر اللي يبقى الطبيعي ده، ضيفي معاه حته تمر من دي بتخلي طعمه والله العظيم بجد في حته تانية، احلى مشروب ومفيد وصحي جدا. لا تقولي بقى حاجه ساقعه ولا قرف من البلاوي دي، لانها بتعمل هشات عظام وبهدل الدنيا. حاولوا تمنعوها بقدر الامكان، ملهاش لازمه. يعني ب 20 جنيه كركريه هيروق عليك يومين اتنين شفشقين اتنين عصير انت وولادك. إيه طبعا قلت بقى اشرب علبه عصير وانا بعمل لهم الاندومي. اللي يجي يقول جعان انا عارفه هو بيحب الاندومي بطعم ايه، اخش اعمل له كيس اندومي. عايزه اقول لكم ان العيال كانوا مبسوطين جدا جدا جدا، وابوهم نكد عليا جدا 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 لانه بيحب يفرهد.